السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. انت في الريمونتادا. النهارده بنتكلم عن برج القوس، 5 علامات بتدل ان هو بيحبك، صاحب اكبر شعبيه في القناه. لا 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 الدلو وهو والدلو الاثنين صاحب اكبر شعبيه في القناه، الاثنين على فكره يا جماعه. وبعدين العقرب بعد كده مالناش دعوه بقى، احنا نركز في حلقه برج القوس. الله بس عايزك تخش تشترك في القناه لو كنت جديد. عايزين نوصل ل 10000 مشترك قبل نهايه السنه دي. 5 علامات لو عمل علامه 2 3 يبقى بيحبك. الولد والبنت بصوره عامه علامات حبه غريبه مختلفه عن كل الابراج، عشان ما حدش يجي يقول لي انت مهتم جامد برج القوس. لا 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 لا، هو كل برج بياخد حقه. الهدف من كده ان احنا نعرف البرج دوت ونفهمه ونحاول ان احنا نتعامل معاه ونكسبه. كمان لو كنت انت قوس فيا ريت تغير من الوحش وتنمي الحلو. يلا بينا نبدا حلقه النهارده. يلا يا كابتن. وكالعاده لو كنت احنا قلناها ديت بقى بلاش. قبل ما نبدا حلقه النهارده هفكرك ان كل شويه هسيب لك فوق في الاي فيديو عن برج القوس، خش اتفرج عليه ويقول لي ايه رايك. او لو انت حابب انك تتفرج عن الفيديو دوت خش برضو فهمني قول لي ايه رايك. اول علامه معانا بتدل ان برج القوس بيحبك، الولد والبنت بصوره عامه. اهتمامه الغريب ليك. القوس مش بيهتم كده بسهوله، ايه ده تقيل زي الابراج اللي انت كنت لا لا لا، قوس كبرياء وعظمته اللي هو فيها ما بتسمحلوش ان هو يهتم بحضرتك او يهتم بحضرتك. فدايما شايف نفسه في حته دايما يعني تانية، دايما شايف نفسه في حته مش موجوده، دايما عارف ان هو بيوصل للي هو عايزه لان هو بيحب يوصل بسرعه. بيكبرها في دماغه يعني ده ولا النهارده بنتكلم عن برج القوس عيب تقول كده. فهو دايما شايف نفسه كبير، فدي حاجه حلوه جدا. ولكن ان هو يهتم بيك فده اهتمام مبالغ يعني غريب قوي بالنسبه لحضرتك. ممكن تقول عادي يعني ما اي حد بيهتم باي حد، فمعنى كده لا، اهتمامه الغريب ده غريب بالنسبه له، ده غريب للي يعرفه، ده غريب للي مكتشف وفاهم شخصيته من جوه، مش اي حد كده. والسلام النقطه اللي بعد كده كلامه كتير عنك مع البوي فريند بتاعه او الجيرل فريند بتاعت يعني صاحبه الانتيم اللي بيحكي له. القوس بيحكي يعني ساعات فكلامه بقى كتير، بيتكلم كتير عنك، ممكن يوصلك. فدي علامة مهمة جدا. لا لما بيحب القوس يا جماعة يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، لا غريب قوي في اسلوبه، غريب هيدي كل حاجة. فانه يتكلم عنك مع صاحبه الانتيم او تتكلم عنك مع صاحبتها وتعرف بالصدفة تيجي تبين لك، انسى يا باشا. النقطة الثالثة عشان ما نطولش حلقة النهاردة وتيجي تقول لي والله يا ابني انت بتطول، خنقتنا. النقطة الثالثة واللي بعد كده ان برج القوس هيبتدي يراقبك بعيونه، شمال يمين فوق تحت شرق غرب، مش هيسيبك غير لما تعمل كونتاكت بعيونه كده. فهيبتدي يبصلك كتير، هيبتدي يروح للمكان اللي انت واقف فيه كتير، هيبتدي يبقى عايز يتعامل معاك كتير. بس الاول هيبتدي بعينه وهيبتدي ان هو يتعامل بقى كونتاكت بقى كل شويه يبص كده لغايه لما انتوا الاتنين في لحظه. هو القوس كده دايما غيرته بيبقى عايز يطلعها بس بيمسك نفسه ووشه بيحمر وبيبقى عايز نار طالعه من وشه كده، نار. فعينه هتبقى يعني سابقاه وعينه هتبقى فتحاه والموضوع هيبقى كبير جدا. انت مش متخيل ان القوس بيغير قد ايه. يا نهار ابيض بقى لو انت وهو اتقابلتوا مع بعض وسلمت عليه وسلمت عليها وفجأة سبته ورحت واقف مع حد غيره، يا نهار اسود. انسى. دي بقى تجينا للنقطة اللي بعد كده المهمة. ده انت خلاص، ده انت يا باشا مش عايز يعرفك لو بيموت فيك. النقطة المهمة بقى دي تجيبنا للنقطة اللي بعد كده. لو وقف معاك كتير
لو هو اللي حب يقف معاك كتير، لو هو اللي حب يتكلم معاك كتير، لو هي اللي عايزة تروح عايزة تقف كده انت يا باشا مهم، كده انت ثابت، كده انت بالنسبة له حاجة كبيرة جدا، كده هو وقع، كده هو خلاص مش قادر. فياريت تخلي بالك من النقط اللي ممكن تبان لك حاجة عادية جدا. ايه ما انت بتتكلم في العادي، لا انا بحلل لك النقطة بتاعة برج القوس، بحلل لك كل نقطة في النقاط اللي انا بقولها في الابراج. فياريت تركز، وده هدف القناه بتاعتنا. اكتب لي تحت في الكومنتات عرفني انك قوس، وقول لي عايزنا نتكلم بقى عن حلقه معينه انت كان نفسك فيها، حاول ان انا على قد ما اقدر انفذها لك في اقرب وقت. اشترك في القناه ودوس لايك للفيديو علشان نحاول نكبر بيكو. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها. سلام عليكم، واستنوني في حلقات جديده مع برج القوس الفرفوش.